الصفقة اللي أكلمكم عليها دلوقتي دي صفقة من أهم الصفقات. جاي لها عرض من الخليج في نادي في الدرجة التانية في السعودية، والوداد عايزه والأهلي والزمالك عايزينه. طب مين هو اللاعب ده؟ اللاعب ده سنه صغير كمان، وكمان هو كابتن فريقه. كابتن فريقه بمعنى الكابتن إن الفريق لو اللاعب ده مش موجود فيه الفريق هيقع حرفيا. طب مين هو اللاعب ده؟ اللاعب ده هو عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الإسماعيلي. عبد الرحمن مجدي اللي لو الكورة مش في رجله في وسط المجموعة اللي بتلعب في النادي الإسماعيلي دلوقتي مش هتحس بمتعة. عبد الرحمن مجدي بيخليك مجبر اللي انت تتفرج عليه وتشوف الكورة في رجليه. لاعب يخليك عندك يعني شغف كبير أوي تتفرج. لكن في حاجات في الإسماعيلي مش بتحس إنهم مش عايزين اللاعب ده يشوف النور. يعني انت عندك رئيس النادي بتاعهم، مش عارف اسمه صراحة ايه، تقريبا الكومي. عمل ايه؟ يوم مغلي على الأندية. طب بتغلي على الأندية ليه؟ طب انت ليه بتغلي على الأندية اللعيبة بتاعتك؟ انا مثلا اجي اشتري عبد الرحمن مجدي وتقول لي عاوز 50 مليون زائد 2 لعيبة، وده لأي فرقة. أي فرقة عايزة عبد الرحمن مجدي، لا أنا عاوز 2 لعيبة و50 مليون. أتوقع نادي الزمالك أو الأهلي هما اللي خلصوا إن هما الأقرب في الدوري المصري أو الدرجة التانية ممكن في السعودية، لكن الوداد بشكل كبير هو بر المنافسة تماما. تفتكر هل اللعيبة دي أو اللاعب ده هينجح في النادي الأهلي أو الزمالك، ولا هيفضل هو في الإسماعيلي أفضل؟